ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هناخد حرف الالف. تمام. حرف الالف ده احنا عايزين كلمات عليه، نعرف ازاي نكتبه في اول الكلمة، ونعرف ازاي نكتبه في نص الكلمة، ونعرف ازاي نكتبه في اخر الكلمة. تمام كده. لو جينا هنا حرف الالف اهو، اما اجي اقول ايه؟ اسد. كده في اول الكلمة اسد، سهل اهو، اسد. ماشي. طيب انا عايزة اكتبه في نص الكلمة، اكتبه ازاي؟ زي مثلا ما اقول ايه؟ زأرا. زائرة. طيب دلوقتي احنا ما شبكناش، دلوقتي احنا عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ الالف. احنا عندنا الالف حرف ايه؟ شوكي او حرف رفاص. تمام. بنشبك في اللي قبله، ماشي، وما بنشبكش في اللي بعده. طب احنا هنا يا مس، احنا هنا ما شبكناش لا في اللي قبله ولا في اللي بعده. ليه بقى ما شبكناش في اللي قبله؟ لان ازاي بردك حرف من الحروف الرفاصه اللي هي الشوكيه، فمش هشبك فيها لان في ايه؟ ازاي؟ وبرضك ماشي، واحنا كده كده ما بنشبكش في اللي بعدها، يعني حرف الالف مش هنشبك في اللي بعده، ماشي كده طبيعي، لان احنا بنقول ان هي بتشبك في اللي قبلها بس مش بتشبك في اللي بعدها، فاللي قبلها طلع حرف من الحروف الرفاصه برضك، فمش هينفع نشبك في اللي قبله كمان. طيب عايزين بقى حرف يكونش في قبله رفاص، ماشي، زي مثلا ايه؟ سأل. سأل اهي. سأل. احنا شبكنا في اللي قبلها، ماشي، بس ما شبكناش في اللي بعدها. احنا شرحناها في الفيديو على القناة عندي، احنا قلنا الحروف الرفاصة بتشبك في اللي قبلها وما تشبكش في اللي بعدها، ماشي. فوق شبكناش في اللي قبلها ليه؟ لان كان طلع بردك حرف ازاي؟ حرف شوكي. تمام معايا كده؟ طيب يا حبايبي، طيب سأل. طب عايزين حرف الالف في اخر الكلمة، اما نيجي نقول لجأ. 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 كده في اخر الكلمة اهو، ماشي. تمام. وكده كده احنا شبكناه في اللي قبله لان احنا بنشبك في اللي قبله. تمام. فشبكناه في الجيم لان هي حرف من الحروف العادية، مش حروف رفاصة ولا شوكية. تمام ماشي. طب قرأ. كده ده الالف هنا مكتوب ايه قبله؟ ايه قبله؟ حرف شوكي، حرف رفاصة، مش هينفع يشبك فيه. لو كان مش قبله حرف شوكي كنا شبكنا الالف في ايه؟ فيه. تمام. يبقى كده حرف الالف، وكده امثلة عليه. ماشي. ماشي يا حبايبي، شكرا.